السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده لفه الخمار الكوري، ازاي بعمله بكذا طريقه. بس ملحوظه يعني لا يلبسه ما يكونش عريض وما يكونش مليان شويه من المنطقه دي، لان هو بيحدد شويه الجسم، فاللي هتلبسه تكون جسمها مش مليان شويه. يلا بقى نتقابل بعد الانترو. بس بقى الخمار دوت انا كنت جايباه من بيج كده اونلاين اسمها خمار وطرحة. هو جديد شوية. آه اللي هو الطبقة اللي تحت منقوشة والطبقة اللي فوق سادة، اللي هي الطرحة الصغيرة بتتلبس من فوق دي بتكون سادة. تمام. هحط لكم برضو لينك البيج اللي حابب يشتريه برضو من عندهم، هحطه في صندوق الوصف ان شاء الله عشان اللي حابب يجيبه. طيب بلبس اول حاجة بقى القطعة اللي تحت عادي، وبعد كده اللي من فوق بلفها بقى بكذا طريقة زي ما انا محبة. طبعا والله الكوري ده بيبقى سهل جدا وعملي جدا جدا، بس زي ما قلت لكم لازم يعني اللي هتلبسه تكون يعني ما تكونش مليانة لانه بيحدد شوية من قدام. تمام، دي اول لفة سهلة جدا. بتجيبي الطرفين واحد كده واحد كده، طبعا بتظبطي بالدبابيس، سهلة جدا. تاني طريقة بنلفها زي لفة الطرحة العادية خالص، تحطيها بدبوس كده من النص وبترفعيه لفوق زي العادية جدا. شايفين بالشكل ده سهلة قوي قوي قوي. اللفة التالتة بقى دي ممكن تكون مثلا في مناسبة وكده، يعني بحسها شيك قوي. بتحطي الدبوس كده برضو وبترمي الطرف الطويل لورا، بس بتكون حلوة قوي. اللي بعد كده بقى بتجيبي الطرفين لورا وتربطيها من ورا، دي برضو بتكون شيك قوي وحلو. ده بقى شكل تاني من الخمار الكوري، هو السادة طبعا. برضو ده انا جايباه من نفس البيج. قماشته حلوة قوي قوي. بصوا بقى طبعا برضو هو قطعتين زي التاني بالظبط عادي. بس هوريكم بس في ده لفة كده تنفع تكون مناسبة، شكلها جميل جدا. بلبس الطبقة برضو اللي فوق عادي بكل سهولة. الخمار ده بقى ينفع جدا مع الناس المبتدئة، يعني لسه في الخمار، اللي مش بتعرف يقمشها لسه، واللي مش عارفة اللفات وتظبط الخمار وكده، فده ممكن يكون سهل معاها في الاول لحد ما تتعلم واحدة واحدة تعمل الخمار العادي اللي هو الماليزي. طيب اول حاجة بقى القطعة اللي من فوق بعملها لورا برضو زي اللي انا لسه عاملاها لكم، بس هي الفكرة بقى في الطبقة اللي من تحت اللي انا هعملها دلوقتي. انتي ممكن بقى تدخلي دي لجوه كده زي ما عملت، بس بتظبطيها بقى بدبابيسك وكده. بصوا بقى الطبقة اللي هي دي اللي من فوق دي بجيبها كده وبكرمشها كده، بتدي شكل حلو قوي ولطيف من قدام. طبعا زي ما قلت لكم دي تنفع لمناسبة جدا. ممكن تحطي بقى هنا بروش هيكون شكله جميل، او ممكن تستخدمي خاتم زي ما هعمل كده دلوقتي، بيكون شكله لطيف جدا وحاجة جديدة كده. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد.
والسلامة.